السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة. كاين بزاف ديال الفيديوهات اللي غادي تقول لك باللي المغرب حل استراتيجي واشنطن تثق فيه. مبروك علينا. انا اليوم ماشي غادي ندير هذا الشيء. اليوم غادي ندير هو واحد التحليل حقيقي علاش بالضبط المغرب، علاش دابا بالضبط، وشنو الصورة الكبيرة ديال هذا الاتفاق اللي ديال اوراق لوتيس، ديال الوجود العسكري في المغرب وبالضبط في افريقيا. حيت الحقيقة هو انه مشروع ديال ان دي ا داكور، واحد خارطة الطريق العسكرية، ماشي واحد الحدث معزول. هو قطعة كنقولوا في واحد البوزل جيوسياسي كبير، فيه واحد انهيار النفوذ الغربي في الساحل، وصعود مثلا فاغنر الروسية، تنافس مغربي جزائري محتدم. كاين تنافس، ما نقدروش نقولوا جزائري، مي عرقلة جزائرية للمغرب، لأنه الجزائر ما كتقدمش تقريبا كثير لإفريقيا، ويعني ما غاديش تستافد اقتصاديا. ومشروع اقتصادي ضخم سميتو المبادرة الأطلسية. غادي نربطوا هاد العناصر كاملين مع بعضياتهم بمرور الفيديو. يلا نبدأ. دابا مفهوم أوراق اللوتس والعقيدة العسكرية الجديدة ديال ميريكان. السؤال التحليلي المهم ماشي هو شنو هو هذا المفهوم، السؤال هو علاش هذا التحول العقائدي وقع دابا. الجواب راه مرتبط بواحد الأزمة حقيقية عاشتها البنتاغون واحد المدة ديال عقدين، أنه الوجود العسكري الأمريكي في أفريقيا كان مبني بواحد الشكل كبير على منطقة الساحل، اللي كندويو على النيجر، مالي، بوركينا فاسو. من 2020 حتى 2023 هاد الخريطة كاملة راه انهارت. وقعت واحد السلسلة ديال الانقلابات عسكرية في هاد ثلاثة ديال الدول. الحكومة الجديدة قلبات الظهر ديالها لفرنسا والأمريكا، وفتحت الباب لواحد التحالفات ديال مجموعة فاغنر الروسية دابا سميتها أفريكا كورب. دول خرجت من إكواس، كونت واحد التحالف جديد سماتو تحالف دول الساحل اي اس في جونفي 2025. يعني اوراق اللوتس ماشي هو واحد الفكره نظريه جديده في واحد الكتاب استراتيجي، هي واحد الرده ديال الفعل على فقدان واشنطن واحد موطئ قدم كامل في منطقة اللي كانت كتعتبرها أساسية. المرونة اللي كيتفاخروا بها هي في الحقيقة استجابة لضعف، ماشي رفاهية استراتيجية اللي كان مخطط لها من هذه زمان. فهمنا؟ دابا نشوفوا الطبيعة ديال القواعد ديال أوراق اللوتس ديال سي اس ال. هنا كاينه واحد النقطة نقدي خصها تقال بصراحة، بعيدا عن الخطاب الرسمي حول السيادة الكاملة. تعرفوا أن ورق اللوتس زعما القاعدة ديالها واحد المرونة، انتشار خفيف، والسيادة الوطنية للبلد المضيف. ولكن هاد النقطة النقدية هو أن هاد المصطلح ديال cooperative security location صار عمدا باش يتفادى الحساسية السياسية لكلمة قاعدة عسكرية أجنبية. المشكل هو أنه الأدبيات الأكاديمية حول هذا النوع ديال المواقع، خصوصا آه، كتابات ديال باحث مثلا أمريكي دافيد فاين، كتحدث من نمط متكرر عبر العالم. المواقع بدات من مؤقتة خفيفة، ومع مرور الوقت وتراكم البنية التحتية والاستثمار ولات دائمة في الواقع. حتى لو بقات مؤقتة فالتسمية الرسمية والقانونية كتبان لك مؤقتة، ولكن في الحقيقة راه هي دائما. يعني السؤال المشروع اللي خاص نطرحوه، واش السيادة كاملة غادي تبقى كاملة فعلا من بعد 10 سنين ديال الاستثمار وتراكم بنية تحتية أمريكية على واحد الأرض مغربية؟ التاريخ العالمي ديال هذا النوع ديال الاتفاقيات كيقول لنا ماشي ضروري. هنا هذه الاستمرارية التاريخية كنشوفوها ديال أكثر من 70 عام من التعاون والقواعد الجوية القديمة حتى ديك التمرينات ديال الأسد الأفريقي اليوم، هي بالضبط اللي كتخلي المغرب الخيار الآمن بالنسبة لواشنطن دابا، مقارنة مع باقي الشركاء الأفارقة اللي تغيرات معهم الحكومات بواحد الشكل مفاجئ، اللي كندوي على مالي، النيجر، بوركينا فاسو. المغرب قدم لواشنطن شي حاجة اللي نادرة في أفريقيا دابا، اللي هو الاستقرار المؤسساتي طويل الأمد. ما كاينش خطر ديال انقلاب، ما كاينش خطر ديال تغيير سياسي مفاجئ في التوجه السياسي بواحد المنظور صف براغماتي. هاد النقطة بوحدها كتفسر بزاف من الثقة الأمريكية، حتى من أي خطاب دبلوماسي. ولكن هذا الشيء عنده واحد الوجه آخر. اعتماد متزايد على شريك واحد مستقر في واحد المنطقة كاملة كيخلق حافز عند الشريك، عند ذلك الشريك، باش يستغل هذه الوضعية الفريدة ديالو في التفاوض. وهذا الشيء غادي نشوفوه في السلايدات الجاية.
غنكونوا دقيقين بزاف هنا، حيت هاد النقطة كثر ما كتعطاش وما كتناقش بزاف بشكل مبسط في الإعلام، واللي هو مشروع قانون الدفاع الأمريكي. وواحد المادة اللي كتحدد هادشي كامل هي المادة 200 و 160، نقلبش عليها، مشروع ان دي ا اي سنة 2027، اللي صادقات عليها لجنة القوات المسلحة، مجلس الشيوخ و 18 مقابل 9. يعني كاينة معارضة حقيقية داخل الكونغرس نفسه، ماشي إجماع تام. المشروع باقي محتاج تصويت نهائي في مجلس الشيوخ ومجلس النواب قبل ما يولي واحد القانون نافذ تنفيذي. الجزء التقني ديال المشروع هو كاينين فيه ديال تأهيل مدارج نقولوا البلايص فين كيحطوا الطيارات، مراكز التدريب متعدد المجالات أمتك، بالتوافق عليه فعليا بواحد المذكرة تفاهم ما بين القوات المسلحة الملكية وقيادة أفريكوم يوليوز 2026، وغادي تبنى بمدينة طنطا بحلول 2030. ولينا كنشوفوا دابا أصلا فيه تجارب ديال الصواريخ اللي كاينة دابا في المغرب. يعني جزء تنفيذي ماشي مربوط 100% بمصير التصويت النهائي في الكونغرس، وهذا الشيء بحد ذاته مؤشر على عمق الالتزام. نقطة أخيرة ومهمة هو النص كيستعمل بشكل متعمد مصطلح cooperative security location، يعني واحد وكيتفادى بشكل صريح ديال المصطلح ديال une base permanente، اللي هي واحد الصياغة قانونية مقصودة واعية بحساسية السياسية الموضوع عن طرفين. سيرتو أن المغرب ما باغيش تكون عنده واحد القاعدة 100% دائمة في المغرب، وأمريكان حاولت أنها تفادى تقول ذاك الكلمة في الصياغات ديالها. وهنا خصنا نعمقوا في الأهداف الرسمية ثلاثة بواحد المعطى تحليلي إضافي لكل وحدة. الأول هو كاين من أهداف استراتيجية ومكافحة الإرهاب، أنه منطقة الساحل بعد انقلابات وتراجع ذاك الوجود الغربي عرفت واحد التوسع كبير في التنظيمات المتطرفة. المغرب بالموقع الجغرافي ديالو راه كيوفر لنا واحد النقطة ديال المراقبة وواحد الاستجابة قريبة من هاد البؤر بلا ما يكون داخلها مباشرة. الحاجة الثالثة هي تنافس الدول. هنا كتدخل واحد النقطة اللي تفادى الخطاب الرسمي ذكرها صراحة. الجزائر تاريخيا كانت رافضة بشكل قاطع الاستضافة ديال أي قاعدة أجنبية، هادشي كان مكتوب في الدستور ديالها العقد. ولكن كنشوفوا أنه في الحقيقة الجزائر عندها بزاف ديال لي باز ديال روسيا، عندها لي باز ديال الغواصات كنظن في وهران، كنظن بزاف ديال المدن عندها لي باز ديال روسيا. هادشي كنعرفوا أنه الجزائر مش بحال هادي القانون ماشي شي حاجة اللي زعما تقدر تاخذها 100% كمصداقية. لذلك المغرب اختار واحد المسار، أنه الجزائر كتعتمد على روسيا في التسلح صواريخ غواصات، وهذا الشيء كيعرضها لواحد الضغط أمريكي محتمل بواحد القانون ديال كاتسا. زيد كاين واحد السباق مباشر ما بين مشروع ديال أنابيب الغاز نحو أوروبا، خط جزائري عبر النيجر وخط مغربي عبر نيجيريا. هذا السياق الاتفاق الأمريكي المغربي كيتقرا في الجزائر بشكل شبه حتمي كرسالة بأن واشنطن اختارت الجانب ديالها في هذا التنافس الإقليمي. بعض المحللين خصوصا في مقالات ديال الرأي الإسرائيلية كيعطوها اتفاق في السياق التطبيع المغربي الإسرائيلي، كيعتبروه تحويل المغرب لأقوى شريك عسكري أمريكي في أفريقيا، كيخدم بشكل غير مباشر العمق الاستراتيجي ديال إسرائيل. هذه قراءة تفسيرية واحدة من عدة قراءات ممكنة. في موقف رسمي معلن نص القانون الأمريكي ما كيذكرش إسرائيل كاع، هذه كيخصنا نعرفوها. ولكن انت كمغربي خصك تكون باراغماتي شويه في التفكير ديالك، ما تنساقش مع داك داك التحاليل سوا ديال الكوفيين اللي كيقول لك غزه ناصره اكسترا اكسترا، وكيمشي هو لتركيا وكتصادفوا تركيا هي اكبر داعم ديال اسرائيل بزاف ديال الحوايج. يعني ما تنساقش مع داك الخطاب. انت مغربي خاصك تشوف بلادك اولا، لان ما تقدرش تدافع على غزه ولا شي حاجه وانت اصلا البلاد ديالك مهدده. فهمنا. النقطه المهمه هنايا هي خريطه
الطريق العسكرية ديال 2026 2036. م- ما جاتش بوحدها في الزمن، هي موازية لواحد المشروع اقتصادي مغربي ضخم غادي نفصلوا عليه إن شاء الله في السلايد الجاي. يعني الشراكة العسكرية والمشروع الاقتصادي المغربي كيتقدموا بنفس الوتيرة تقريبا، وهذا الشيء ماشي صدفة، لأنه بجوجهم جزء من نفس الرؤية الاستراتيجية المغربية باش تحول المملكة لواحد المركز إقليمي اقتصادي وأمني في نفس الوقت. دابا خلينا نفهموا ضمان السيادة الكاملة وترسيخ المكان الإقليمي في السياق ديالهم الاقتصادي، حيث هنا كتبان الصورة كاملة. نوفمبر 2023 الملك محمد السادس طلق واحد المبادرة أطلسية، عرض على دول الساحل المحاصرة اللي ما عندهمش منفذ، اللي هما مالي نيجر بوركينا فاسو. عرض عليهم استعمال الطرق والسكك والموانئ المغربية باش يوصلوا للمحيط الأطلسي. طالع كاين ميناء الدخل الأطلسي اللي هو واحد بواحد القيمة ديال 1.2 مليار ديال الدولار اللي غادي يكتمل في حدود 2028. هذا المشروع عنده ثلاثة ديال الأبعاد اللي متشابكة. اقتصاديا، أنه كلفة الشحن عند الدول المحاصرة كتفوق المعدل العالمي ب 74%. سياديا، أي دولة كتستعمل ممر الداخلة بشكل ضمني كتعترف بالسيطرة المغربية على الأقل. وعسكريا ولوجستيا، نص الطرق الموانئ هي بالضبط نوع البنية التحتية اللي القوات الأمريكية محتاجاها وقت الأزمة. يعني ضمان السيادة الكاملة في الواقع مرتبط بمشروع اقتصادي سيادي أشمل، ماشي مجرد بند في اتفاقية عسكرية. الشراكة مع أمريكا كتقوي هذا المشروع، والمشروع كيقوي الموقف المغربي في التفاوض مع أمريكا، اللي هي دائرة كتغذي روحها. وهنا غادي نشوفوا ولا غادي نقارنوا انواع المنشآت العسكريه الامريكيه. كاين القواعد الرئيسيه موب، اللي هو كيكون واحد القواعد كثيفه ودائمه في التواجد ديالها. كتكون السياده والتكلفه امريكيه كامل، التكلفه كتكون عاليه، الهدف الاستراتيجي كيكون ديك الردع الشامل والعمليه الكبرى. كاين النوع الثاني هو مواقع التشغيل الامامي بوس، هو واحد محدود وسنوي، كتكون مشتركه من بزاف ديال الدول، وكتستعمل جينيرالمون للدعم العملياتي الاقليمي. كاين مواقع الامن التعاوني اللي كتكون التواجد الامريكي الدائم معدوم او شبه معدوم، كتكون سياده كامله للبلد المستضيف وخفيفه التكلفه. هادو هما انواع ديال اللي كاين. وهنا في محطه التطور في الشراكه العسكريه نشوفوا انه في فتره الخمسينيات كانت استخدام القواعد الجويه التاريخيه النواصر بن كرير بن سليمان، قنيطره حتى هي. في 2024 كان اعتماد مفهوم مواقع الأمن التعاوني اللي شفناهم أنه كتكون خفيفة في العقيدة الأمريكية. 2020 2030 توقيع اتفاقية الشراكة الدفاعية العشرية لتحديد القوات، موراها مشروع تفويض الدفاع وتفعيل شبكة أوراق اللوتس مارين. هذه هي القاعدة الجديدة ديال القاعدة العسكرية ولا العقيدة العسكرية اسمحوا ديال أمريكا. وهنا الرؤية الاستراتيجية كتكون أنه إن التعاون العسكري بين المملكة المغربية والولايات المتحدة يشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار الإمريكي، حيث تجمع الطرفين رؤية متجددة تقوم على الأمن التعاوني والجاهزية. وهنا خاصكم تعرفوا أنه هاد العبارة زعما غادي يكونوا في الجانب أي محاولة هجوم أو تسلل ولا داك المرتزقة اللي كيبغيو يصيفطوا، غادي يكون واحد المسح ديالهم من الخريطة ديال الجزائر، داك السيدو ما غاديش تبقى. هذه من الحوايج اللي غادي يكونوا في داك القواعد اللي كنشوفوا دابا بداو كيداو كيتستاو في طنطا. كنتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ونتلاقاو إن شاء الله في الفيديو الجاي.